ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا. النهارده جيت لكم بالحلقه الاخيره من قصه فرحه جاسر. هاو جوزوني بنت البندر غصبا عني. ايوه هي دي القصه. النهارده هجيب لكم الحلقه الاخيره عشان كده اتمنى انها تعجبكم. يا ريت قبل ما نبدا حلقتنا النهارده تعملوا اشتراك للقناه ولايك للفيديو وتصلوا على النبي. اول حاجه صلوا عليه عشان يكتر الاجر ويزيد الثواب. يلا بينا بقى نبدأ قصتنا. عند أدهم وهو مكتف لأن الضفادع كانت بتمشي على رجليه، والضفدعة التانية بتقرب منه هي اللي كانت موجودة على المكتب، وهو خايف جدا وهيتجنن من الخوف. هيتكلم وهو بينادي على السكيورتي. سكيورتي بسرعة تعالوا، الضفادع دول. لكن سمع صوت ضحكة جاية من ناحية الباب. دخلت فرحة وهي بتضحك. اهلا يا دومي. شفت ولاد زيزي، انت قلتلي انها مش بتخلف. شفت طلعت بتخلف ازاي؟ اه، تعالوا هنا يا حبايبي. لا لا لا، خليكم مع دومي احسن، اصله واضح انه بيحبكم قوي. ادهم بخوف وهو مغمض عينيه وخايف انه يبص لهم. بصي بصي يا فرحة، بعدي ولاد زيزي دول. انا خلاص عرفت ان الضفدعة دي بتولد مش بتبيض. خلاص خدي ولادها، خديهم على اوضتك، ولا خديهم اعملي لهم بيت كده في الحديقة. ايوه، وخليهم يقعدوا فيه ويجيبوا لهم دبان وناموس وكل اللي عاوزينه. بس بالله عليكي خليهم يبعدوا عني يا فرحة. ردت فرحة بضحك. اه منك يا متخلف. الضفادع بتولد؟ لا، الضفادع بتبيض يا غبي. هو انت مش فاهم علم الاحياء؟ ودلوقتي هنتسلى بيك شوية، انا وصحاب الضفادع دول. ايوه، اصل نسيت اقولك، الشرطة زمانها جاية ولا تكون وصلت. بصراحة هي فعلا هنا، كلهم هنا. يلا يا شباب ادخلوا، اصله ميت من الرعب على الاخر وهيسهل عليكم عملية القبض عليه. دخلت عناصر من الشرطة ومعاهم جاسر. وقف جاسر قدامه واتكلم وقال. جاسر لأنه هو كمان بيخاف من الضفادع بعد شوية عنيهم ووقف جنب فرحة. هو اتكلم وقال له: أهلا بالشيطان، طلعت بتخاف من الضفادع؟ دول هم القوة اللي قدرت إنها تقبض عليك. يا سلام، لو كنت بعرف إنك بتخاف منيهم كنت جبتهم لك من زمان هم يقبضوا عليك. وقعت في يدي أخيرا يا شيطان. ولا أقول لك شيطان ليه؟ ما انت صرت أبو الضفادع. يلا يا جماعة شوفوا شغلكم. بصله أدهم بصدمة واتكلم وقال: مستحيل، هي الغول؟ مستحيل، مستحيل انك انك تيجي هنا. ازاي؟ يعني يعني فرحة كانت جاسوسة من الأول؟ أنا السبب، أنا اللي ما سمعتش كلام صاحبي مالك. أيوة، مالك فين؟ أكيد هو هيجي وينتقم منيكم، وانتي أولهم يا فرحة. يا خسارة حبي ليكي. وهنا أول ما سمع جسر الكلمة دي قرب منه واداله في البوكس في وشه. كان نفسي أعملها من زمان، وأخيرا رجعت انتقامي منيك. فرحة كانت بتبص لجاسر باندهاش لأنه ما كانش خايف من الضفادع، أو بالأحرى ما كانش مركز معاهم. أما بالنسبة لأدهم فكان هيتجنن. ازاي فرحة هي اللي قدرت انها تقبض عليه؟ ازاي فرحة قدرت انها تخدعه؟ ازاي قدرت انها تخدعه ببراءتها؟ ده كان فاكرها انها مجرد واحدة هبلة وعبيطة، بس طلعت اذكى مني. اتكلم بخوف وقال: اوعى تكونوا مفكرين انتوا الاتنين انكم خلاص هزمتوني. لا، انا الشيطان، انا عمري ما هتهزم. استغفر الله العظيم. لا، انا انا ادهم، مستحيل اي حد فيكم يهزمني. لا، انا هوريكم انا انا هخرج بعد مدة، ههرب. وساعتها اول حد هفكر ان اقتله هو فرحة هي والولد اللي معاها، وهحرق قلبك عليهم تاني.
نعم يا اخويا، أعيد كده، انت قلت ايه تاني؟ اه، انت هتنتقم وهتقتلني انا وسيف؟ مم. يأسفني أقولك يا حبيبي إنك من هنا الحبل المشنقة، لأنك مش هتاخد أي محاكمة بسبب كل جرائمك. أصلا نسيت أقولك، ده أنا جمعت عليك أدلة توديك في 60 داهية. تعرف أنا جمعت إيه؟ جمعت كل الأدلة والمستندات اللي بتأكد إنك قتلت أكتر من شخص، وبسبب كل ده هيحصل لك إيه؟ هتتعدم يا حبيبي. يلا بألف سلامة. يبقى سلم لي على الشهداء اللي هناك. لا لا، انت مش هتروح شهيد، انت هتروح ذليل. أول ما أخدت الشرطة أدها ومشيوا، جاسر حضن فرحة واتكلمت فرحة وقالت: ايه ده؟ هو انت كنت وحشني كل ده؟ هو كمان ده انت. قبل ما تكمل كلمتها وقفها وسكتها وقال لها: اسكتي، اسكتي يا فرحة، أنا مش عايزة اللحظة دي تضيع مني أبدا. أنا بجد فخور بيكي. أنا كنت فاكرك واحدة هبلة وعبيطة، هو كمان عديمة المسؤولية، بس انتي طلعتي فخر لبلدك وفخر ليا، وكمان رفعتي راسي. ودلوقتي يلا بينا، أنا عاوزة أقولك على حاجة مهمة. أنا اشتريت لك الشبكة من أول يوم شفتك فيه، وكنت مخليها لحد ما انتي تتقبليني كزوج ليكي، وكمان لحد ما أنا أتقبلك. عشان كده أنا دلوقتي جاي عشان أقولك إني بحبك. أيوة، أنا بحبك يا فرحة، بحبك يا فرحة قلبي. وفضل يقولها بصوت عالي جدا، بس هي قطعت الكلام الحلو ده بدبشها كالعادة، قالت له: جاسر، أنا فعلا منبهرة بيك ومش عارفة هقولك ايه غير غير انت ازاي واقف كده وسط الضفادع دي كلها ومش خايف؟ وهنا جاسر انتبه للضفادع كلها اللي كانت منشورة في المكان، وكانت قربت منه خلاص، وقام يتنطط من الفزع والخوف. بدأ يتنطط قدامها وهي فضلت تضحك عليه كالعادة. هي تتكلم بصريخ وقال: يا بنت المجانين، ده أنا كنت نسيت، فكرتيني ليه بس؟ يا مفسدة اللذات، انت ليه هدمت اللحظة الجميلة دي؟ ده أنا حتى قلت إنك عقلتي. ايه ده؟ خلاص يا جوجو، خلاص، أنا هخلصك منهم يا حبيبي. وبعدها شاورت للضفادع بإشارتين معينتين، وبعدها الضفادع وقفت في صف واحد وفضلت تمشي وتبعد عن المكان. مشيت الضفادع وأخيرا هادي هو اتكلمت وقالت له بحب: تعرف إن نيولك ده جاي عليك زي القمر؟ ده انت بقيت يا أخي خطير بصراحة، ده أنا مستحيل أقاوم الوسامة دي كلها. يلا بقى، أنا السيف وحشني أوي، يلا بينا نشوف. ورجعوا هما الاتنين سوا البيت، وأول ما رجعوا كان الكل في انتظارهم، بما في ذلك سيف. لأول ما شاف فرحة فضل يتنطط من كتر الفرحة. ومر عليهم سنتين، وفي السنتين دول بقى سيف أخت صغيرة واسمها رنا، وكانت بتلعب قدامه وهو بيضحك معاها. كان فرحان جدا، وما اتغيرتش معاملة فرحة لسيف أبدا، كانت بتعامله حتى أحسن من أخته. ولحد هنا نقول جاسر مع الأيام قدر إنه يتغلب على خوفه من الضفادع، وما بقاش أي مقلب من مقالب فرحة بيأثر فيه، وده كان بيزعجها شوية، بس برضو كانت الأيام بتعدي بينهم في حب وسلام وهدوء. ونقول لحد هنا خلصت حكايتنا، لأن أبطالنا عاشوا باقي حياتهم في أمان وسلام من غير تدخل أي حد شرير ينغص عليهم عيشتهم. واشوفكم يا حبايبي في قصة جديدة ان شاء الله. بس اوعوا تنسوني من اللايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا قناتي، وكمان تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وايه رأيكم في النهاية دي؟